ساعدوني، يمكن ألاقي الحل على إيديكم. أنا مش عارفة أبدأ منين ولا أقول إيه. بقالي حوالي 8 شهور بتعب جدا، مش قادرة أفهم اللي بيحصل لي ولا عارفة سببه. أمي من حوالي 4 شهور وهي بتفتح كتاب وبتعمل حاجات أنا عارفة إن ربنا مش راضي عليها. طبعا عارفين هي بتعمل إيه، بتعمل أعمال للناس وبتأذيهم. عدت الأيام وفي مرة دخلت الأوضة عليها لقيتها بتصرخ من بطنها فجأة، وجريت على الدكاترة واكتشفنا إن عندها سرطان في الدم. وبعدها بكام شهر أمي ماتت وربنا غضبان عليها. حالي بيتدهور، نفسيتي تعبانة وشغلي واقف وطاقتي راحت. مش قادرة أقابل حد ومش قادرة أنتج ولا حتى 8 ساعات شغل. حاولت ألجأ ربنا واستغفر لها، لكن رحت الأزهر وقالولي ده ظلم ولازم يترد ومفيش كفارة للكلام ده. أنا تايهة وخايفة ومش عارفة أتصرف إزاي، ولا قادرة أشيل الأذى ده عن الناس اللي اتأذت بسببنا. الرسالة دي مش مجرد شكوى، دي استغاثة. وسؤالها هنا معلق: هل الأذى اللي بنعمله بيرجع لنا أضعاف؟ وهل في طريق للرجوع بعد الغلط؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات، وهل في حل؟ وهل التوبة كفاية؟ ساعدوني، نفسي ارتاح.